السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. صباح الفل على عيونكم. تعالوا نبدأ مع بعض يوم جديد وفيديو جديد ان شاء الله يعجبكم. بس قبل ما نبدأ نقول بسم الله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله. هنعمل مع بعض النهاردة فيديو جديد، طريقة الفراخ الستريبس بطريقة سهلة وبسيطة وبتتبيلة حلوة. يلا مع بعض نشوف المقادير ونشوف هنعمل ايه. دي بقى معانا مقادير الستريبس اهو. معايا صدور من اللي احنا خزيناهم في فيديو الفراخ قبل كده، ومعايا التوابل الاول. معايا نص معلقه سبع بهارات، دي بتغنينا عن الحبهان المطحون وعن وعن الزعتر وعن الحاجات دي فيها كل حاجه. نص معلقه بابريكا، نص معلقه توم باودر، نص معلقه بصل باودر، وفلفل اسود وكمون وملح. ومعايا بيضه ومعلقه مستردة ومعلقه كاتشب، ومعايا كوبايه دقيق ومعلقتين نشا وعلبتين زبادي، وده كيس لبن نص كيلو. هنحتاج منه، هناخد منه شويه ونسيب الباقي. هنعمل ايه للستريبس؟ خلطه جافه وخلطه سايله. هوريكم الاول بنقطعه ازاي وبعدين اعمل الخلطه معاكم. بس اللي يدخل القناه يعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناه عشان القناه تكبر بيهم. ده كده جبت الصدر اهو بالشكل ده. الفص ده اللي بيبقى تحت كده في الصدر بتشيليه زي ما هو، ما بتقطعهوش لانه اصلا مش عايز تقطيعه، هو صابع رفيع. ده كده كل الفصوص اللي كانت في الصدور. هتشيلي بس الحتت الجلد اللي بتبقى في الاخر دي. اللي مش عارفه تقطعه ممكن توديه لمحل الفراخ ويقطعه لك صوابع، او بتشتريه جاهز كده. تقطعيه بالشكل ده كده. بسم الله. لو عايزه تتبليه بقى من بالليل، هقول لك على التتبيله. اول ما بعمل التتبيله السايله كده هقول لكم تتبلوهم ازاي لو انتوا عايزين تبيتوه في التتبيله. بالشكل ده كده. هنيجي من هنا، دي تخينه، هنيجي نعملها ازاي من هنا كده. بكف ايديكي تفتحيها بالشكل ده عشان الصبع ما يبقاش تخين ويطلع مستوي معاكي كده بالشكل ده. وده بقى نقسمه على اتنين. بيتعمل جنب مكرونه طماطم، جنب رز بسمتي، ده بيمشي جنب اي حاجه. ممكن تعملي للولاد سندوتشات كده في عيش فينو بالكاتشب والمايونيز والمستردة، يبقى حلو برضه. هنا في حته عظمه كده تاخدوا بالكم بالشكل ده. لو انت بقى عايزاه تعمليه بانيه، بتقسمي الصدر على 3 قطع، بتحطي كف ايديكي هنا فوق كده وتعمليه على 3 قطع كده بالشكل ده، الصوابع كده. هنجيب برضو الصدر من هنا. كف الايد تمسكي فوق كده عشان الصباع ما يبقاش تخين كده. اتمنى يا جماعه بس ان انتوا تشجعوني كده، واللي يدخل القناه يعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناه. هقطعه بقى صوابع كلها عشان الفيديو ما يطولش عليكم، وبعدين اوريكم التتبيله. قطعتها كده بالشكل ده. هوريكم بقى التتبيلتين، السايله والجافه اللي احنا هنعملهم ليه. جبت بوله كده بالشكل ده، احط فيها مج دقيق، كوبايه كده، معلقتين النشا، والزبادي. اللي عايز بقى يعمل الصوابع دي، مثلا حد بيشتغل وكده وعايز يتبلها، يتبلها باللبن والزبادي والتوابل، ويسيب البيضه والدقيق لساعة لما يجي يعملها. ده لو انت عايزه تبيتها في التلاجة. هتخليها زي قوام الكيكه كده، تخلي التتبيله زي القوام بتاع الكيكه عشان تمسك على الفراخ بالشكل ده. نحط البيضه. اللي ما عندوش بقى السبع بهارات وعنده حبهان مطحون وزعتر وجنزبيل، يحط ربع معلقه من ال3 توابل اللي انا قلت عليها. لكن اللي عنده السبع بهارات يحط نص معلقه وخلاص، هي بتغنينا عنها كده. هنا التوابل بقى: البابريكا والفلفل الاسود، ونص معلقه السبع بهارات والكمون والثوم البودر والبصل البودر. هنقلب التتبيله كويس قوي ونشوف القوام بتاعها.
لو لقيتيها تخينه ومحتاجه معاكي لبن وما فيش لبن تاني، حط لها نص كوبايه ميه، ما فيش مشكله، بس ما نشوف القوام الاول. وتدوقي التتبيله، نفس التوابل اللي احنا حطيناها على التتبيله السايله دي هنحط زيها بس اقل شويه على التتبيله الجافه، عشان يبقى الكفر اللي على الستريبس بره يبقى واخد برضو تطعيمه التوابل كده بالشكل ده اهي. لسه بقى حطيت معلقه المستردة ومعلقه الكاتشب، وتقلبيها وتدوقي، شوفي الملح الاول بتاعها قبل ما تحط الفراخ في البول. كده بالشكل ده تدمجي الخليط كله مع بعضه وتدوقي التتبيله، لو كانت عايزه ملح تزودي لها شويه على حسب ذوقك بقى، وتحطي الفراخ شويه، هتسيبيها 10 دقايق ربع ساعه. لكن لو انت عايزه تتبليها من بالليل زي ما قلت لكم، تحطوا اللبن والزبادي والتوابل بس، البيض والدقيق والنشا لا، بتسيبيه بقى لحد لما تيجي ساعه التسويه. بتعملي خليط بقى ساعه التسويه ليهم، لو انت متبلاها من بالليل، كوبايه لبن مع كوبايه الدقيق والنشا، وتروحي مثلا شايله من التتبيله حطها في البيض واللبن، وبعدين في التتبيله الجافه اللي احنا هنحطها. الكلام ده لو انت متبلاها من بالليل، لو انت متبلاها دلوقتي بقى سيبها 10 دقايق او ربع ساعه، تاخد بس من طعم التتبيله، وبعدين نقليها. هي كده محتاجه سنه ملح بسيطه. اللبن والزبادي فايدتهم ايه؟ بيدوا طراوه للفراخ. الخليط بقى بيبقى بالشكل ده كده. هنجيب بوله تانية واعمل لكم الخلطه الجافه كده. دوقان التتبيله مظبوط. هنحط كده الصوابع بالراحه بالشكل ده. تخلي تتبيلتك كتير عشان تبقى مغطيه كميه الفراخ اللي معاكي. لو انت عامله كميه بسيطه بقى، كل واحد حسب نظره كده، لو انت عامله كميه بسيطه بتقللي من التتبيله شويه. يعني قصدي كده بالشكل ده، التتبيله تبقى مغطيه الفراخ بالشكل ده. هسيبها 10 دقايق بقى ولا ربع ساعه تتطعم كده من التتبيله، وبعدين ابدا القلي بتاعها. هركنها بقى واعمل معاكم التتبيله الخلطه الجافه. كده معايا هنا في البوله التانية كده نص دقيق للتتبيله الجافه، نص كيلو دقيق، معلقتين نشا صغيرين، نص معلقه بابريكا، ربع معلقه سبع بهارات، معلقه كركم. الكركم هيدينا ايه بقى؟ اللون ذهبي الجميل مع البابريكا، بيطلع الستريبس لونه حلو. ندمج كده التوابل مع بعضيها. نحط ربع معلقه ملح برضو للدقيق عشان الكفر من بره يبقى طعمه حلو. يبقى كده تتبيلتين، عملنا تتبيله جافه وتتبيله سايله بالشكل ده. معانا كده دي التتبيله السايله والتتبيله الجافه. هسيبهم بقى شويه، هسيبه كده الستريبس 10 دقايق وبعدين ابدا في القلي. سبت الفراخ كده في التتبيله صوابع لها ستريبس ربع ساعه بالشكل ده. متقلبه ازاي؟ التتبيله لازم تبقى عليها كده، بايدك دي هتجيبها كده في التتبيله، وبالايد التانية تحط الدقيق عليها كده كده، وتضغطي كده وتعملي بس ايدك كده عشان تطلع ايه الشكل ده، وتعملي عليها بصوابعك كده عشان تبقى فيها الزجزاج اللي بيطلع ده بالشكل ده كده. شايفين شكلها كده؟ طلع واحده تانية، يعني ايد تحطيها في البوله السايله وايد في الجف.
وبتضغطي عليها كده، يعني تقربي عليها الدقيق وتضغطي عليها عشان التتبيله تبقى ماسكه فيه. بالشكل ده، شايفين شكلها؟ تبقى فيها الزجزاج اللي انا بقول لكم عليه ده. اعمل واحده كمان وبعدين اكمله لوحدي. الحاجه لما بتبقى عندك في الفريزر بتوفر عليك ازاي. ده الفيديو الفراخ اللي انا كنت عامله معاكم من فيديوهين فاتوا. اتمنى بس اللي وصل في الفيديو لحد كده يعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناه عشان القناه تكبر بيكم. وبشكر اي حد يا جماعه بيشاهدني، انا بشوف كل البلاد اللي منها الجمهور اللي بيشاهد القناه، بشكرهم كلهم. بالشكل ده هكمله. شايفين شكله بيبقى زي الجاهز بالظبط لما انت بتعملي عليه بايدك، بتضغطي عليه بايدك جامد. هكمله بقى واوريه لكم. جبت بقى كده طاسه الزيت اهي بالشكل ده، تحطي فيها زيت نضيف، ما تستعمليش زيت يبقى في الطاسه، لازم الزيت يبقى نضيف كده. تحطي قطع الستريبس وبعدين تهدي النار، يعني اول ما ينزل على زيت سخن وبعدين تهدي النار عليه عشان يبقى مستوي من جوه. وما تمليش الطاسه وانت بتحطي، هي 5 قطع ب5 قطع كده بالشكل ده. كده بقى ما تقلبوهوش هو في الطاسه لحد ما ياخد لون بالشكل ده، لون ذهبي. تبداوا بقى تقلبوا فيه، يعني ما تحطيش الصفايه كده في الطاسه عشان ما يتهريش منك. لما ياخد لون ذهبي من تحت تبداي تقلبيه على نار هاديه، اول ما بتحطيه في الطاسه على نار عاليه وبعدين بتهدي النار بالشكل ده عشان يبقى مستوي معاكي من جوه كده بالشكل ده. اما يخلص بقى هوريهولكم. كده هو معانا الستريبس قليته وخلصته وغرفته معاك اهو. ده بارد، ستريبس بارد، وده حراق. عملته سبايسي ازاي؟ قبل ما الفراخ تخلص في البوله، زودت نص معلقه شطه عليها وقلبتها كلها وقلتها. يعني ده بارد وده حراق. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى اللي يدخل الفيديو يعمل سبسكرايب للقناه وشير ولايك وكومنت. مع السلامه.